بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في مطبخ منى. النهارده هعمل معاكم نوع من انواع البسكوت، هو بسكوت الشوفان. تمام، يلا بينا نسمي بالله واوريكم المقادير بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل بسكوت الشوفان. بسكوت الشوفان طبعا صحي جدا جدا وجميل، خلاص، وبيتباع بره غاليه. وادي اهو اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده هو الشوفان قدامنا اهو، رقائق الشوفان شايفين، جبته هطحنه. تمام، اديني طحنته. كوبايه من الشوفان المطحون، مطحون مجروش، مش مطحون ناعم يعني. خلاص، عندي كوبايه قمح مش دي بالعادي، القمح مصفر لو اهو اصفر. تمام، يبقى عندي دي قمح كوبايه شوفان، نص كوبايه سكر. تمام، عندي بيضه واحده، وعندي كوبايه زبده. انا معيراها كد الكوبايه دي بالظبط، معيارها كوبايه زبده. عندي ذره الملح بتاعتي، والبيكنج باودر والفانيليا بتوعي. تمام، يلا بينا نشتغل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول خطوه عندي طبعا كلكم عارفين السمنه، الزبده. عايزه تعمليه كمان بالسمنه اعمليه، عايزه تعمليه بالزيت اعمليه، بس زيت نظيف، نوع نظيف. خلاص، احط مكوناتي هنا جنبي وهشتغل بقى بيه. احط اول حاجه، احط الزبده معايا. عايزه تضربيه بمضرب الكهربائي اضربيه برضو. خلاص، بس هنا عندي الزبده لينه جدا عشان مش طلعتها بوقت كافي من التلاجة، عشان ايه تبقى تديكم المنظر ده، تسيح معاكم خالص. هي والبيض، لازم البيض تشتغلي بيه يكون في حرارة المطبخ. خلاص، ما تسيبوش من التلاجة ولا على طول تشتغلي بيه، لا مش هيديك نتيجة حلوة خالص في اي حاجة، سواء كيكات او بسكوتات. تمام، احط معايا نص السكر مع الزبدة بتاعتي، وناعمهم جدا جدا. خلاص، دول ينعموا خالص. قبل ما احط البيضة بتاعتي. خلاص، نعمت معايا الزبدة والسكر بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. احط البيضة بتاعتي. خلاص، وبرده تضربي، متنسيشي الفانيليا بتاعتك. تمام، بسكوت حلو، وممكن تدي لاطفالك كمان معاهم في اللانشون بوكس في المدرسه، مع كوبايه شاي حلوه كمان الصبح بعد الظهر، مع كوبايه القهوه كمان مع المغربيه كده حلوه، ضيوف يجولك حلوه خالص خالص. وصحي الشوفان طبعا، ما اقدرش اتكلم عليه، كلكم عارفين طبعا. خلاص، حطيت المكونات بتاعتي كلها، البيضه والزبده والسكر والفانيليا. تمام، خلاص على كده هاجي مرحله الدقيق. هحط دقيق الشوفان كله عندي، واحط دقيق القمح. شايفين لونه اصفر ازاي؟ خلاص، همسك كله ده مع بعضه. احط البيكنج باودر معايا برضو، وذره الملح عندي. تمام، والبيكنج باودر، كله ده مع بعضه. خلاص، ما يتعجنش جامد البسكوت، يلمي بس ما تعجنيش. تمام، يلم، تاخدي كده وتلمي بس ما فيش عجن فيه، لحد العجينه كلها ما تطلع من الطبق بتاعك. كويس، وما تبقاش لازقه زي كده. خلاص، انا ممكن دلوقتي اديله معلقتين دقيق بس. خلاص، وادي العجينه معايا زي ما انتم شايفين. بصوا، معلش تلزقش في ايدي خالص اهي. شايفين العجينه بتاعت البسكوت؟
يلا بينا نقطعهم مع بعض ونشوف هنعمل له ايه. خلاص. بصوا يا جماعه، هجيب كيس كده، كيس تلاجة زي كده اهو، واحطه كده. تمام. واقطع حته من العجينه، واجيب حته البسكوت اهي قدامكم، واهي واحط عليها الكيس التاني اهو زي ما انتم شايفين كده، وتضغطي عليها. تمام خالص، تضغطي عليها خالص، خليها ايه سوا بعض كده. خلاص. وعندي زي النشابه الصغيره دي، ايه تفرديها خالص عشان تبقى ايه كله سوا بعضه. خلاص. طيب هفرد كده طبعا. ادي البسكوت عندي، شايفين حبوب الشوفان باينه كلها ايه. هجيب بحاجه زي دي عندي كده مخرمه او شوكه زي ما انت عاوزه. تمام. وتمري عليها كلها كده. بصوا تديكم الشكل ده. بصوا هتديكم التخريمه دي. ما عندكيش دي شوكه عادي. خلاص. اجيب اي قطاعه عندك، كوبايه، قطاعه صغيره، كوبايه صغيره، اي حاجه عندك. تمام. انا عندي كوبايه زي دي صغيره. تمام. هعمل لها كده بس كده، سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. اطلع البسكوت عندي بالشكل ده. تمام. هجيب عندي الصواني بتاعتي اللي تخش الفرن. ما تدهنيش لاني انا دهنه حاطه زبده، كوبايه زبده. ما تدهنيش انت اي حاجه في الصينيه. خلاص. اهي البسكوت عندي، وارص ايه الصواني عندي تحت. تمام. اخد برضو اللي وراها على طول. خلاص. وهكرر العمليه دي ايه عندي على طول لغايه ما الصبان عندي كده تتملي. تمام. زي كده. ولازم تكوني مولعه الفرن، يعني انا بعمل فيها شغاله فيها والفرن ايه شغال على 180 درجه. خلاص. وادي البسكوت طلع معايا على كده من الفرن. شايفين ايه جماله؟ طلع اللون بتاعه اشقر حلو كده. بصوا. وادي برضو معايا ده اهو برضو بعده سخن ولسه طالع من الفرن دلوقتي. يلا بينا كده اوريهولكم لما اطلعه من الصينيه كده واوريهولكم. وادي البسكوت معايا بعد ما سرفسته مع كوبايه الشاي اهي زي ما قلت لكم، مع الساعه 5 كده مع المغربيه كده اهوت تقدمي البسكوت بتاعك اللي انا عاملاه لسه طالع دلوقتي من الفرن. تمام. تعالوا اوريهولكم. بصوا ده الشكل على طول، ما فيهوش التخريمه. تمام. وادي الشكل المخرم معايا، شايفينه عامل ايه؟ بصوا كده دي من تحت السوا بتاعه تمام قوي قوي قوي. يلا بينا اهو معاكم. بس شايفين قطم معايا على طول. شايفين المسام اللي فيه من جوه روعه، ريحته جنان كمان. يا رب تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. ومنتظراكم ومنتظره لايكاتكم واشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.